مش كل شخص مكتئب بيكون حزين وبيعيط طول الوقت. في ناس كتير بتروح شغلها، بتمارس حياتها الطبيعية، بتتكلم مع أهلها مع أصحابها مع قرايبها، بتروح النادي بتروح الجيم وما بيبينوش أي مشكلة. لكن المشكلة إن اللي بره عكس اللي جوه. اللي جوه بيكون حزن كبير، فقدان للشغف، عدم اهتمام باللي بيحصل. بيروحوا مثلا شغلهم أو بيمارسوا حياتهم اليومية بس لأن ده لازم إن هو يكون كده. النهاردة هنتكلم عن الاكتئاب الصامت أو الاكتئاب الوظيفي. الحقيقة إن مفيش تشخيص معين اسمه الاكتئاب الصامت أو الاكتئاب الوظيفي. هي كلها مصطلحات بتوصف حالة من الاكتئاب المزمن والمستمر لفترة طويلة. في تفسير ال ICD أو ال DSM ما فيهوش حاجة اسمها كده، لكن في مرض أو اللي هو الاكتئاب المزمن اللي بيكون أعراضه بسيطة، حدتها بسيطة مش قوية زي الاكتئاب المتوسط أو القوي، ولكن بتستمر لفترة طويلة أكتر من سنتين. والنهاردة هنتكلم بالتفصيل عن موضوع الاكتئاب الصامت أو الوظيفي. ليه النوع ده من الاكتئاب بيتسمى بالاكتئاب الصامت أو الوظيفي؟ الإجابة واضحة جدا، لأن الشخص بيكون شغال، يعني بيروح شغله، بيروح كل المناسبات، بيقابل أصحابه وقرايبه عادي، بيتكلم مع كل الناس، بيرد على التليفونات وعلى المكالمات، يعني بيكون شغال زي الآلة بس من غير روح. طيب ليه الشخص ده بيخبي إن هو مكتئب؟ أول حاجة ممكن يكون خايف إن محدش يفهمه، لأن الصورة المعروفة للشخص المكتئب إن هو حزين، إن هو بيعيط، إن هو ما بيخرجش من البيت، إن هو مش بيقابل حد. لكن الأعراض اللي عنده مختلفة تماما، هو حياته ماشية عادي زي باقي الناس. تاني حاجة ممكن يكون حاسس بالخجل أو مكسوف، لأن الناس متعودة إن هو شخصية قوية ومتماسكة ومش ضعيف. ممكن كمان إن هو يكون متعايش مع الأعراض وإن هي بقت جزء طبيعي من حياته، يعني هو شايف إن دي حاجة طبيعية وكل الناس بتمر بيها. رابع حاجة ممكن يكون خايف إن صورته تتهز. في المجتمعات العربية عموما المرض النفسي بيكون زيه وصمة عار، فممكن إن هو يكون خايف إن هو ممكن يخسر شغله، ممكن علاقاته بالناس تتأثر، أو ممكن إن محدش يثق فيه زي الأول. خامس حاجة المقارنة، إن هو بيقارن نفسه ما بين الناس القريبين منه اللي عايشين في نفس ظروفه، اللي بيشتغلوا زيه، وبيلاقيهم إن هم مكملين حياتهم بشكل عادي ومن غير أي مشكلة. إيه هي الصفات اللي بتميز الشخص اللي عنده اكتئاب وظيفي؟ أول حاجة هو شخص مسؤول، يعتمد عليه، بيتحمل مسؤوليات كتير، بيبان إن هو قوي. لكن في الناحية التانية الشخص اللي طول الوقت حاسس بحزن ملهوش تفسير، عنده حالة من فقدان الشغف، كل يوم بيبقى شبه التاني، الحياة بالنسبة له ما بقاش ليها طعم، بيبقى عنده إحساس مستمر بالتعب حتى لو ما عملش مجهود كبير، بيبقى عنده مشاكل في التركيز وفي النوم وفي الأكل. حتى التجمعات بتكون في الأول عادية، لكن مع الوقت بيبقى حاسس إن هو مش شبه اللي حواليه. إيه هي أخطر حاجات في الاكتئاب الصامت أو الاكتئاب الوظيفي؟ إن الشخص بيكون شغال طول الوقت من غير إحساس حقيقي، يعني هو بيضغط على نفسه طول الوقت مش علشان ينجز حاجة معينة، لكن علشان يهرب من مشكلة معينة. تاني حاجة إن هو بيمثل طول الوقت إن هو مش عايش مشاعره وأحاسيسه الحقيقية، يعني مثلا لما بيقابل الناس بيضحك وبيتكلم وبيهزر كأن مفيش أي مشكلة، لما بيروح البيت بيتحول 180 درجة، بيكون حزين، بيبقى عنده أفكار كتير سلبية، بيبقاش عنده أي طاقة إن هو يعمل أي حاجة تانية. كمان تغيير الشخصية الشديد، يعني الشخص مثلا ده كان هادي، كان عنده صبر كبير، ومرة واحدة بقى حساس، بقى عصبي زيادة عن اللزوم، ما بقاش عنده أي صبر، بقى بيتعصب من أقل حاجة.